بسم الله الرحمن الرحيم. الحوار الوطني الراهن الذي ينظمه نظام ليس حوارا وليس وطنيا لسببين. أولا أنه ليس حوار لسبب واضح، لأنه لا يغيب الخصم، يغيب الطرف الرئيس الآخر، وبالتالي لا يفضي إلى أي حل للأزمة السياسية القادمة. لذلك ليس حوار وليس وطنيا، لأنه لا يضم كل الأطراف الفاعلة في الساحة السياسية. كذلك يمكن القول أنه إبداع من النوع، إبداع في مجال التسويق. عرفت موريتانيا في الماضي تزوير الفاتورات والفواتير وتزوير الصفقات وتزوير الملفات، وكثيرا كذلك تزوير الانتخابات. لكن في الحقيقة هذه المرة الأولى التي نشهد فيها تزوير الحوار. والهدف من هذا التزوير هو في الحقيقة الحصول على ضوء أخضر من الطبقة السياسية الموريتانية لاقتراف جريمة ضد الديمقراطية وضد الدستور، بإجراء استفتاء يفتح الباب لاستمرار هذا النظام بمضمون هذا. بالطبع هذه النظام الآن يسير على خطى بليس كومباري في بوركينا فاسو. بليس كومباري أولا على حراسه الجمهوري الرئاسي، وعلى طبقة النظام الحاكم من مؤيدين وحزب إلى غير ذلك، ومافيات من كل الأنواع، وعول أيضا على الدعم الخارجي خاصة الغربي. وظن أن هذا يكفي لتمرير مؤامرته للبقاء في السلطة. النظام الرئيس محمد عبد العزيز يبدو أنه يسير على خطى بليس كومباري، الحاذر بالحذر، لكن غيب بليس كومباري غيب في تحليله الشعب والقوة الحية في بوركينا فاسو، وبالتالي هذا هو ما أدى إليه إلى وقوعه فيما وقع فيه. هل موريتانيا لها شعب وهل لها قوات حية؟ هذا هو الناس واضحنا الذي سنتمكن من إذا رفعناه أن نظهر لمحمد عبد العزيز أنه خطأ كبيرا إذا غامر بمحاولة تعديل انقلاب الدستور وضمان استمرار النظام.